بسم الله الرحمن الرحيم. ال 24 ساعة اللي فاتوا أكتر 24 ساعة مروا عليا وضحكت الضحك ده. بصراحة الموضوع بقى كوميدي أوي. بيان من جوز لميس وبعدين أكاذيب من جوز لميس وهتتربص بس. وبعدين بيان من العيال اللي خربوا النادي، هقول لكم ازاي خربوا النادي ارض 6 اكتوبر، ازاي ضيعوها زي ما ضيعوا قبليها حاجات هقولها لكم دلوقتي. وبيقول لك المعزول ماشي. طب نبدا. اول حاجه انا بقول لك يا عمرو يا اديب، انا هعمل لك فيديو لوحدك بس انت مواطن سعودي، مواطن سعودي، ويا ريت سعودي بيور. لا، انت مواطن سعودي مرتزق زي اي واحد بيجي من البلد بيشتغل عندهم سواقه او خدامه انت. فانا بخاطب الكبير المحترم سمو الامير محمد ابن سلمان، ولي عهد السعوديه ورئيس مجلس الوزراء، ابن العزيز الغالي الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين. عمر ما لا الملك سلمان ولا الملك عبد الله ولا الملك فهد ولا الملك خالد ولا فيصل ولا سعود رحمه الله كل دول قال انا ملك. عمرهم يقول لك خادم الحرمين الشريفين. شفت التواضع يا صعلوك؟ فانا بقول لسمو الامير محمد بن سلمان، في ولد سعودي مرتزق للاسف، يعني انا حزين وانا بقول كده، بس هو مع جنسيه سعوديه، يعني طلع في قناه سعوديه للاسف شتمني بقله ادب، واتهمني بقى ان انا واولادي خدنا ملايين وعمولات وضيعنا النادي وارض النادي. عبد الحي اديب لما كان عبد الحي بيجي يقعد بالساعتين 3 ينتظر يقابلني، ابوه اللي كان بيلبس جلابيه وبيلف المحله بحيه دي، كان بيجي مع مين؟ مع احمد اللي اسمه احمد الحضري، اللي هو كان رئيس جمعيه نقاد السينما، وانا كنت مستشار الجمعيه، وكان راجل اهلي كده، بس للاسف خلف ده. فهو دلوقتي شتمني، وحضرتك هنزل لك مع الفيديو الاخوه السعوديين بيعملوا هاشتاجات بنحبك يا مرتضى. فاذا كان ده اللي اتجرأ وشتم نائب رئيس وزراء مصر وقال لا ادبوا عليه في قناه برضه سعوديه، وشتم برضه مين؟ رئيس وزراء مصر، راجل مؤدب، صوت بيقول ده راجل طيب ومؤدب، تمام، ومحمي في مين؟ انا معايا جنسيه سعوديه. لا، انا عمري ما شفت اعلامي سعودي طلع في قناه سعوديه شتم مصر، وعمري ما شفت مصري محترم يطلع في قناه مصريه يشتم حد سعودي. سمو الامير انا عايز حقي، واسال التاريخ. طبعا يعني انا بذكرك جلاله الملك خادم الحرمين الشريفين لما جه زار البرلمان المصري وكان معاه 15 وزير، والمحترم احمد قطان الوحيد اللي طلبوه يقعدوا معاه ويكلموه كان مرتضى منصور. فانا عايز حقي. طبعا النهارده عملت له 40 بلاغ في النيابه، وبكره في قضيه بغلق الجنه. سمو الامير جه اللي بيطلع رامز جلال يهين المصريين، غير يا وليد يا ابراهيم، وانت يا محمد يا عبد العال ولا بتاع مش فاكر اسمه، يعني انت خلصت على محمد الامين ومات بسببك. ما تخلينيش احكي قصه سهام صالح وياسمين. احنا بنخاطب امير محترم، لو حبوا يسالوني السفير محترم السعودي في مصر هقول له القناه دي بدول بتعمل ايه؟ وسهام صالح عايشه، والبت عندكم اللي اسمها ياسمين الملزقه دي. فانا عايز حقي، ده رقم واحد. انا بس هوريك الفرق يا عمرو دلوقتي. انا خلاص خطبت الراجل الكبير المحترم، هوريك الفرق بيني وبينك.
وري له يا ابني. وترك وهو بيضربه على قفاه. شكرا. ويلكم تو سعودي ارابيا. شكرا ابو نصر. شكرا لك. شكرا بالتالي. شكرا بالتوفيق. شفت القفا؟ قلت جاي. ما انت كل يوم بيحصل لك كده. ده ترك. شوف تركي بقى مع سيف زاهر قال له ايه عن مرتضى منصور. اتفرج، فرجوه. في البداية أوضح علاقتنا بنادي الزمالك ورئيسه المستشار المحترم مرتضى منصور. يعني كثرت الفترة الأخيرة إنه إزاي مالك نادي بيدعم نادي ثاني، ومن الكلام اللي بيطلع ده أنا عاوز أوضح حقيقة للتاريخ عن علاقتي الشخصية وعلاقة نادي بيراميدز بالزمالك والمستشار مرتضى منصور. لما دعمنا الزمالك بفرقاني وجروس والنقاز وفي التجديد مع طارق حامد وكل الحاجات اللي حصلت لنادي الزمالك، احنا استفدنا ايه في بيراميدز؟ ممكن تجاوبني يا سيف؟ ولا حاجه يا فندم، بالعكس يعني عملت حاله في الدوري المصري. لا غير صحيح. احنا استفدنا. هو احمد الشناوي اللي حارس منتخب مصر كان ازاي؟ وعلي جبر اللي قلب دفاع منتخب مصر. حضرتك عايز تقول كان في تبادل مشترك يعني؟ في مصالح مشتركه طبعا تحصل بين كل الانديه عشان تقنع مرتضى منصور، لانه شخص فاهم في الكوره. عشان تقنعه انه يستغني عن لعيبه عنده مهمين، فلازم تديله حاجه تغريه فيها تفيد فرقته، صح ولا لا؟ صح. يا واحد. ارجع للتاريخ شويه. مرتضى منصور شخص لم يستفد بصفه شخصيه مني او من نادي بيراميدز على الاطلاق. انا في موقف كنا بنتناقش بعد قرعه البطوله العربيه في شهر ابريل السنه اللي فاتت، وقبل ما تمالك نادي بيراميدز، وانا كنت الرئيس وقتها الفقري للنادي الاهلي. قلت له انا عاوز ادعمك، وكان في مبلغ مالي، وقلت له خده معاك وروح اتصرف فيه بما تشوفه مناسب للنادي. الراجل رفض وقال حطه في الحسابات الرسميه للنادي اللي تبعه عشان يخش خزينه النادي عشان اتصرف فيها للنادي. الراجل ده التقيت معاه 3 أو 4 مرات، وابنائه الكرام في السنه اللي فاتت عمره حتى تذكره الطيران ما كلفنيش حتى تكت الطيران او السكن. كان بيجي بنفسه وبيسكن بنفسه وبيروح بنفسه، وبيتعامل معامله الند للند. في شهاده للتاريخ. حد عاوز يعني يصدقها، ما حدش عاوز يصدقها، دي حاجه راجعه لكم. انا صاحب الشأن وانا اللي بقول الحاجه اللي حاصله قدامي. ده بما يخص نادي الزمالك. تمام. عاوز افكركم بحاجه واحده بس قبل ما اقفل. اتفضل. مرتضى منصور اول ما دخلت مجال الرياضه في مصر كنت على مشكله كبيره معاه، وكلكم عارفين سببها طبعا. لكني مع مرور الوقت اكتشفت انه شخص يهمه مصلحه فرقته، بيحب بلده، بيحترم كلمته. لما هو سأل، ده مهم جدا، نادي الزمالك محتاج ايه؟ قال له كلمتين. نادي الزمالك النهارده بيعزمك علشان يقول لك متشكرين على اللي فات. احنا ناس بنفهم في الاصول، بنفهم في الواجب، بنقدر زي ما ربنا قال اللي بيشكر الناس كانوا شكر ربنا. انا بشكر هذا الرجل على كل الدعم المعنوي قبل المادي. يعني في انديه في بلدي لما توقفت من الاتحاد الافريقي ما حدش يتكلم، رغم رئيس لجنه الانديه هذا الرجل الذي دافع عن مرتضى منصور ونزل. انا اللي اشكرك ان الواحد بالعكس ان انا وقفت مع بلدي ووقفت مع صاحبي ووقفت مع نادي كبير، ولقيت كل الرد الجميل ورد الرد اللي انا استحقه وزياده. لا مش زياده، لا هو لقاه معاك. هذا الرجل معدنه الماس. قال ايه بقى؟ مرتضى منصور بيتعامل الند بالند كأنه وزير، هو واولاده
بيجوا على حسابهم اقامه وطيران وبيرجعوا على حسابهم، وعرضت عليه مبلغ كبير اللي هم ياخدوا 50 مليون، قلت له خد وتصرف فيه، رفض. عرفت الفرق بين مرتزق وراجل بيمثل المصريين عنده كرامه وكبرياء؟ اتفرجت على سعوديين ومصريين العالم كله على هذا المأجور جوز لميس اللي قد الشيله ما يشيلهاش. ما انت شايله كتير من زمان يا لميس، ده انت شايله قوي، ربنا يكون في عونك. وبتزعل ليه كل ما اقول لك ورحمه محمود محي الدين؟ بتزعل ليه قوي كده؟ هو عامل لك عقده في حياتك؟ شفتوا بقى؟ طبعا تعالوا بقى شوفوا عامل ايه تاني. اتفرجوا عليه وبيشتم نائب رئيس وزراء مصر، وبيتاجر بدم البنات اللي حصل لهم الحادثه. وليا سؤال، دفعت لهم مليم يا ملياردير، ولا انت كنت بقى عامل ذكر؟ ما عندناش يالا عيال زي كده بيعملوا الكرة، اللي زيك معروف حجمهم ومكانهم وقيمتهم. اتفرجوا باستمرار. دي مش الدول لا تدار بالمنظر ده. احنا حاطين خطه ان شاء الله بالتعريفين. بس لو حضرتك غلطان يبقى لازم هتمشي فورا فورا. يا اخي عيب 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 بجد. مش انت ده، مش انت ده، مش مصطفى مدبولي. ايه اللي جرالك يا اخي؟ طب نشوف هو سكران هو ومراته لميس. رشا دي غلبانه غلبانه، هي مشكلته معايا رشا غلبانه. البنت كانت بتيجي عندي البيت كتير، هي دي مشكلته، بنت مؤدبه ومحترمه. اتفرج عليه وبيرقص سكران هو الوليه بتاع الشيله. اتفرج. ما هو كله شمال في شمال، خليك انت اللي يمين. طب عامله ايه؟ في مزيكا. طب الحاجات دي طبعا. أرجوكم رحبوا معايا بالراقصة عارم. مجنون ودماغي طاقة هربانة مني يا برو، أنا بكشف أي عركة إجباري هتموت من الخوف. ليه بتجري وتشتي خبة ولا مش لحدة تدوق رجلنا على الأرض. انا بقول لشيخ الازهر للمره الثانيه اتنحى يا اخي يرحمك الله. لو مش قادر وتعبان وعيان وزهقان سيبها لحد تاني. ادم مش نبي، يعني لا قدسيه لك، انت موظف. شفتوه ضايع. ولا انت عملت نفس الفيلم 2016 مع ميدو، عملت 3 ساعات في اوربت. بعديها 2017 مش اترشحت الانتخابات، فشخت الانتخابات وسقطت العيال انت بتدافع عنهم كلهم، فرق بيني وبينهم يجي 15,000 صوت. فاللي انت عملته ده لا مؤاخذه ما يهز الشعره من لا مؤاخذه. طيب
تشوفوه بقى هو بيسب الدين للمصريين وبيعمل كده بدعوة المصريين، وتشوفوها بيقول للمصريين يا كلاب. انما للاسف الشديد استغل البعض هذه الجريمه في قناه سعوديه فيها مذيع مصري بسبب هذه الجريمه وصف شعب مصر انه شعب كلاب يعوي. تاني، شعب كلاب يعوي. وهذا المذيع بسبب هذه الجريمه اللي ملناش علاقه بيها اسمه عمرو اديب، تكلم هذا المذيع عن الشعب كامل حرف واحد، قال هذا شعب يعوي. سياده الرئيس بعد السيادة تجربتكم متخلفه بنت 60 كلب. كانوا بيتخوزقوا، كانوا بيطلعوا دين امهم. ده انتوا ولاد وسخه، اوسخ من كده مفيش. ده عمرو اديب، ده جوز لميس. قله ادب في المصريين، شتيمه. يا ابني اخوك عماد الكبير كان هيتسجن، التوكيل عندي لغايه دلوقتي، انا اللي طلعته من مشكله الاهرام. فوق يالا، انا اليد العليا. اما بقى انه احنا كنا بناخد عمولات وخربنا النادي وسايبينه مديون بمليارات، بقول لك يالا اجمد كده قدام النائب العام. عايزك اني خلاص 40 تحقيق يا بلاغ، انا عايزك جامد قوي بقى، ما تعيطش يالا. ها؟ وعمرو الجنايني مش هينفعك، ما هو اللي مسلطك، لان الشركه هو اللي عاملها عمرو الجنايني، وظلم الراجل الغلبان محمود الجمال. وبشكرك يا محمود يا جمال يا محترم، ده انا كنت فاكر واخد الفيلا، كنا نقول هو واحد يعني بيدافع عن واحد صاحبه. ده طلعت القصه مش كده، القصه عمرو الجنايني. عمرو الجنايني كان صورته هنا من شويه، جميل عمرو الجنايني، هقول لكم صورته دلوقتي. عمرو الجنايني امه ماتت، وكل اللي واخدين فلوس من البنك التجاري الدولي يا هشام يا عز العرب عملوا له نعي في الاهرام. مين ده؟ طب ما اسمعكم عمرو الجنايني وبيكلم صحفي اسمه ماجد بيشتم امي ازاي؟ المؤدب يقول ايه؟ انا عمرو بيه الجنايني ابن حسن بقى. باشا مين يا ابن ايه؟ يا دي انت يالا قد كده. وهشام يا عز العرب يا محترم سايب الواد ده بالشورت في الساحل الشمالي بيترقص ومعاه الشيكه بيكا ميكا، قال بيكرموا بمرور 50 سنه على انشاء البنك. ايه علاقه البنك بشيكابالا؟ وعلاقه ده امك ميته وانت شوفوا هو بيرقص مع شيكابالا؟ شفتوه بيكرموا بالشورت 50 سنه. وشوفوا امه ماتت النهارده تاني يوم بيرقص في المدرجات، اتفرجوا. بس انا ليا سؤال ليك انت وعمر، سؤال واحد. من يوم ما اتعمل نادي الزمالك 1911 يا زملكاويه دفعتوا كام للنادي دعم في اي حد؟ جنيه؟ قولوا لي جنيه ولا عمرو؟ فوق يالا. ولا احكي قصه المغرب لما رحت رئيس بعثه ايام ممدوح عباس وكنت هتترحل ليه؟ مش هحكي عشان زوجتك ست محترمه. دفعتوا جنيه؟ لا. طب انا بسالك يا جوز لميس، ال9 سنين ولا 10 بتوع مع عباس اللي ما خدناش فيهم حاجه خالص والنادي اتدمر، ما سمعتش صوتك بتنتقده. طب ال10 سنين بتوعه بقى، بتوع انا اللي خدت 3 دوري و5 كاس وسوبر ومش عارف ايه كل البطولات واليد كل ده، طلعت مره قلت هذا الراجل محترم؟ لا. ليه؟ عشان الصرم شغال وهقطعهولك. ولا مره طلعت قلت الراجل ده. انما دلوقتي ابعد عن النادي، يلا يا شنخه، يلا بلاش قرف. فانا مستني، انا اعمل لك بس تاجيل دلوقتي، ده انا يعني حاجه سريعه. يا راجل ده انت زوجتك الاولى ام الولد ابنك طفشت امريكا، يا راجل ارحمنا بقى، راحت امريكا، ارحمنا
ارحمنا. سالت عليك في المحل قالوا لي والله العظيم غلبان، وابوه كان ابوك طبعا كان راجل طيب غلبان فعلا، بجلابيه كده ويقعد يلف في المحل. يعني ده مش عيب، انما تقل ادبك على الناس المحترمه. انا راجل متربي في حواري شبرا ورود الفرج وليا الشرف. انا راجل اصلي من قريه اسمها بشالوش مركز مدغام، لو جولك اقسم بالله يفرتكوك. انا اللي مانحهم عارف يالا مانحهم خلاص. فاركن دلوقتي يا عم او يا عموره شيرين بس كام بوسه. وانت يا اليسا انت يعني لما بتحب كده بتاخدي حضنك اليمين ولا بلاش عرف. الوليد اللي ابراهيم، وابراهيم اللي ابراهيم، وعبد العزيز ابراهيم، 3 اخوات. واحد فيهم كان متجوز شيرين سيف الناصر. عادل اقول وقائع رجعوا لروزا عادل حموده فشخك. جه يعيط وكلمتني ليلى هاشم المحترمه من الاسره المالكه الاردنيه ام شيرين، قالت لي والنبي الواد ده غلبان وعادل حموده مبهدله، جبت لك حقك. وشوف علاقاتي بقى بكل السعوديين، الوليد بن طلال واخوه ترك بن طلال والشيخ طلال وسفيان ومين ومنصور، كله شوف علاقتي بالناس دي ايه. وقلت الحقير كل دول علاقتي بيهم ايه. انا معشوق الشعب السعودي، انما انت مركوب الشعب السعودي. تعالوا بقى نرجع للارض بتاعت 6 اكتوبر بسرعه كده. انا مش عايز اتكلم كتير. انا بخاطب وزير الاسكان المحترم المهندس شريف، بخاطب رئيس هيئه المجتمعات العمرانيه المهندس امين، بخاطب رئيس مدينه 6 اكتوبر ما اعرفش اسمه ايه، بخاطب رئيس بتاع حدائق اكتوبر. كان واضح اهو قدام مصر كلها. بص يا نيره، انت والواد كمال شعيب وكل الدلاديل اللي معاكم، يا سياده الوزير، يا سياده امين، يا سياده اي حد في وزاره الاسكان او في المجتمعات، لو في ورقه مني جات لكم من يوم ما اتولدت لغايه النهارده مكتوب فيها صباح الخير، هطلع اعتذر واقول لمصر كلها انا طلعت قد كده، انا اللي ضيعت الارض. مش بقى كاتب ورقه باصحاب الارض. بقول تاني كلامي واضح، صباح الخير يا كدابين. ها انتوا كشفتوا. بقول تاني، لو في ورقه يا استاذ امين انت اللي سحبت الارض، لو في ورقه مني في اي تاريخ لاي حد عندك في المجتمعات او الوزاره اي حد ان اسحب الارض، انا عايز اتحاكم. بس بص بقى يا نيره يا اصفر، انت كنت حته عيله مراسله فاكره في الاذاعه، انا اللي جبتك عملتك بني ادمه. عملتك ايه؟ بني ادمه. طلعت تقول لي ما تبعد بقى عننا. ابعد عنكم؟ ده انت سنتك سودة عنكم. ده لسه اوريك انت عملت ايه. بس نخلص موضوع الارض الاول ثانيه عشان بس ما نطولش. التحدي واضح، لو طلعت كدابه احلاقي شنبك اللي كبر ده. وانتوا بقى يا 11 لجنه عار، لو طلع وانتوا الواد معاكم كمال شعيب اللي بيتحقق معاه يوم الثلاث اللي جاي في مجلس نقابه المحامين المحترم، لو طلعت كدابين لا طلبت سحب ارض ولا جيت ناحيه ارض، خلاص تمشوا في الشارع من غير ملابس داخليه، والعيال الصغيره تزفكم. العيال الصغيره تزفكم. انما هنقعد نتنطط على الجماهير والاعضاء. هو ده انت عامل بيان انت بنفسك هوريه لك دلوقتي، بتقول الدوله ضدنا هي اللي سحب الارض، لما ما كلش مع الدوله جاي تقول مرتضى. فانا قلت حاجه اهو، اي كلام هيتقال بعد كده بالجزمه، واي كلام هيتقال بعد كده هاجي النادي انا اطردكم من النادي، وانتوا عارفين ان 99% و9 من 10 من الاعضاء معايا. جايين بقى تقول ايه للجماهير؟ اصل هو معطلنا في الكوره. يا عم افهم يا جمهور يا عظيم، الارض كانت لا مؤاخذه تحت حقيقتهم والزمالك اتعادل
والارض اتاخدت والزمالك فاز مرتين. هم اللي بيفوزوا. ده جايبين جون ادوارد وهو ليه موقف معايا مش هنساهوله. انا عايز اعرف دوركم ايه؟ انتوا ضيعتوا كل حاجه. دوركم ايه؟ فهموني دوركم ايه؟ جون ادوارد هو مسؤول عن الكوره. لما فلست جبت واحد من فاركو وجبت واحد من انبي. ما تتلم يعني انت وهو هتمك انت وهو. الزمالك اتعادل والارض معاه وفاز مرتين والارض مسحوبه. ايه ده؟ فانا بقول لكم التحدي اهو، وهوريكم مين اللي جاب الارض ومين اللي ضيع الارض ومين اللي دفع فلوس الارض. واي كلب هيهوى في اللجان بالجزمه. واخد بالك يا جبالي على شادي على الاشكال الحقيره دي. ها اتفضل يا باشا، بوريك الجريمه الكبرى. ده بلاغ لمعالي النائب العام. البلاغ اهو كله اهو. ايه البلاغ بيتكلم عن ايه؟ اهو. لا ده لذلك الاول. استنى يا ابني انت بتصور اي حاجه. كلمه لذلك الاول. لا البلاغ اهو مع المستشار النائب العام. لا انا عايزك تركز في اللي فوق الاول. هنا فوق دي في كلام مكتوب؟ في كلام مكتوب غير اسمنا؟ لا مش مكتوب حاجه؟ لا. ادي البلاغ كله اهو بيتكلم عن وقائع اهدار المال العام. ال 30 فدان اللي اتسرقوا واتباعوا. اللي اتسرقوا ايه؟ واتباعوا. يتحقق معاكم عشان انتوا فتحتوا حساب باسم احمد فؤاد الوطن محاسب ممدوح عباس. خلاص؟ وحطيتوا فيها 800 مليون وما حطيتهمش في حساب النادي سواء في البنك او جوه خزينه النادي. هذا البلاغ اهو. في هنا سحب ارض؟ ما ترد يا كلاب. في سحب ارض؟ بلاغ اهو. ادي 3 واحد اهو يا بيه. ادي اول صفحه. ثانيه واحده يا ابني. اول صفحه. وبعدين الموضوع الارض مدينه فيها 6 اكتوبر العريق مش عارف ايه. وضع حجر الاساس فوجئنا بالمنطقه بتاعت فلان بيعمل شركه مقاولات استولوا على 30 فدان رجعوهم. اللي بيحب النادي يعمل ده. هتهرجوا. اتفضل اتفضل. وبعدين تعالى هنا بقى الطلبات. التحقيق في كل وقائع اهدار المال العام والبيع من غير موافق جمعيه عموميه. فين هنا سحب الارض؟ فين يا كدابين؟ فين سحب الارض؟ هات لي سحب الارض. فهم عملوا ايه بقى؟ عملوا ايه؟ ادي البلاغ اهو. ادي البلاغ الاصلي. وادي اللي ضربوه والعيال بتوع اللجنه بتاعتهم كتبوا فوق البلاغ المقدم سحب ارض اكتوبر من الزمالك مقدم مرتضى منصور. ايه يا ابني البلاغ اهو. طب ما نبص كده ده بلون اهو اللي انا كاتبه كله بلون وده بابيض ليه بقى؟ عمل سكانر وحطوا الكلمتين دول. اصل البلاغ اهو. يا مزورين ده بيتحقق فيه في النيابه. اهو يا ابني فوق هنا اهي. باينه؟ ايوه. فين؟ فوق. مكتوب ايه؟ ما تقرا من هنا. مش لابس نظاره. ما بنشوفش امال جاي ليه؟ البلاغ المقدم لسحبها فين ده؟ ما هو البلاغ اهو. يا مزورين كفايه بقى. كفايه ضحك على الجماهير. اكتر رئيس نادي يا جماهير الزمالك احترم جماهيره تاني وقال حصد البطولات عندي احسن من جمع المليارات للنادي. يقول لي انا ما اعرفش اكذب. في عرض جه لزيزو قلت له ايوه. جاله عرض من ريان من شهر بما يعادل 100 مليون جنيه. لكن زيزو قال عايز اقعد وانا هقعده. قال لي 100 مليون جنيه دول كتير يعني. هو بيقول لي يعني دول كتير يعني. فقلت له اسعاد الملايين احسن من جمع الملايين. يعني كلامي واضح. تسعد الملايين من الجماهير عندنا افضل.
استنى يلا يا عمرو هقول لك انا بقى احنا خدنا عموله قد ايه. هقول لك هشرح لك يا ابني، هشرح لك عشان تهدى. باين يا ابني؟ شوف الاجرام يروح جاي هو كاتب ده هنا اهو بكمبيوتر تاني ويروح لازق دي في دي. هو الطلب اللي انت بتطلبه من معالي النائب العام هو حضرتك بتطلبه في اخر البلاغ ولا بتطلبه قبل ما تقول له يا نائب عام؟ عرفت المسخره اللي احنا فيها؟ انتظرني بقى بس خليك جامد قوي كده يالا ولا عم. انت طول عمرك جامد. اسال محمود محي الدين الله يرحمه. اجمد يالا معايا كده وانت بتقدم للنائب العام المستندات اللي وريها لك دلوقتي ان انا اللي متبرع ب 200 مليون جنيه للنادي. طب انا متبرع ب 200 مليون هاخد عموله 500,000 يعني جات لي لوث عقليه؟ جات لك لوث عقليه. جات لك لوث عقليه. مش عموره شارك قناه وسايبين خالد عبد العزيز سايب لي قناه خايف يا خالد تقرب منها؟ انت والمسلماني ولا بص يا عمرو، بص يا جوزنا انت بتقول مين حاميني في مصر؟ ربنا. لكن انت مين حاميك؟ شتمت رئيس وزراء وشتمت شعب مصر، شتمت جمال مبارك وعلاء مبارك وحسني مبارك، شتمت الفريق كامل وشتمت مدبولي، شتمت البلد كلها. حد حاسبك يا بابا؟ اصل انه عندي حصانه لميس بصراحه هي جامده. دي حصانتك يعني. تعالى بقى اقول لك المحمي في البلد دي. انا اتحبست يالا 6 مرات. مره ضرب السفير الاسرائيلي ومره زكي بدر ومره الفيلم بتاع زكريا عزمي ونوفل ومره موقعة الجمل الوهميه. ده انا لسه محبوس من شهرين 3 سابوا قصف يالا. هو سابوا قصف فيها سجن ورحت سجن وادي النطرون عشان راجل. دخلت راجل وطلعت راجل واسد. مش جماعه ده اسمه حسني مبارك قال الواد ده ابن الكلب ده. يا راجل عيب يا راجل، ده انت على ايدي كنت بتبوس جزمه حسني مبارك. وقلت الكلام ده للبنت اللي وفاء كيلاني اللي انت عملت معاها. انا كنت اتكلم يقول لي اوعوا تشغلوا الواد ده. اوعوا تشغلوا الواد ده يقعد كده زي الكلب. قلت انك محمي بالرئيس محمد حسني مبارك. ده صحيح. في ناس بتقول ان علشان خاطر علاقه الاستاذ عماد الدين اديب بالرئيس علاقه كويسه فهو الواسطه يعني خلينا اقول، ولكن انا مش مقتنعه بالكلام ده. اشمعنى انت يا عمرو مضلل عليك الرئيس؟ مش مدلل عليها الرئيس بيرفض ان في بعض الاحيان بعض الناس تبطش بالناس لمجرد مزاجهم. فده اللي حبيبي. خلاص كنت عايز مجلس نواب من سنه 2000 وسقطوني بفجر 2020 بفجر. انا كل ده محمي يا راجل بقى. ايه اختشي اللي حاميني سمعتي عند ربنا. انما انا بدخل السجن وبتشهر بيا ويا معزول معزول. اللي بيقول لك يا معزول دون يا اللي بتقول له جماهير احنا ضد النادي الاهلي، ده قضيه محمود الخطيب لما خدت الحكم بتاعه ورحت وحجزت القضيه للحكم في اسبوع. مين رفع القضيه؟ هاني شكري، عبد الله جورج، احمد سليمان. مش هم رافعين القضيه بتوع الزمالك بايه؟ بعزل رئيس نادينا. انتوا عندكم نفس تتكلموا؟ الرول كان فيه 350 قضيه كلهم اتاجلوا 3 اشهر، وده كان اول جلسه فيها تقرير مفوضين. من فضلك اطلع يعني اديني اجل زي كل الناس. لا، اسبوع وراح حاكم بعزلي. مش عايز اتكلم اكتر من كده عشان نحترم مجلس الدوله. القضيه الوحيده اللي اتحجزت حكم ممدوح عباس والانتخابات اللي فاتت دي. هنعمل لكم حلقه عن انتخابات والضرب لغايه ما رئيس اللجنه القاضي قال لهم يا حسين يا لبيب لو ما طلعتش البلطجيه من اللجان اللي بيضربوا الناس هلغي الانتخابات. ما طلعهمش وما لغاش الانتخابات، خاف من البلطجيه اللي هناك. تمام؟ على مقعد الرئيس اللي فات حسين لبيب فين؟
الاستاذ حسين نبيل فين؟ الاستاذ انا عارف الاستاذ حسين نبيل فين؟ يعني تضررنا كله من القائمه الموحده. شكرا يا ايهاب بيه، يا ايهاب بيه وراح فين يا باشا؟ انا بعلن قدام الملأ بصفتك مدير الامن الحالي اللي موجود معايا، انت مكلف باخراج الارض لصالح حسين نبيل حالا دلوقتي. استنى بكمل. في خلال 5 دقايق، ان لم تستطع في خلال 5 دقايق سعادتك اكتب لي ان الهرج والمرج والاخلال بالنظام والامن من القائمه الموحده التابعه للمرشح حسين نبيل. اتفضل يا سيادة لو بعد اللي انت هتكتبه كله هيخرج. اتفقنا؟ لا بعد ما هتكتب وهقرا لهم التأشيرة اللي هأشر عليها على المذكرة كله هيخرج. ايه يا جماعة؟ يا فندم اكتب لي المذكره يا ايهاب بيه. القائمه الموحده مش قادر تطلعها. انا مش قادر اطلع القائمه الموحده. قول لي كده، ما هي القائمه الموحده قد ايه؟ ما هم بيكتبوا، ما هم اللي بيكتبوا. يا جماعه يا حضرات، هو ده استاذ حسين نبيل لو سمحت ممكن تسيبيني نتكلم بقى؟ ممكن تسيبيني نتكلم على جنب كده؟ ممكن تسمعني لو سمحت؟ ممكن تسمعني لو سمحت يا رئيسي؟ استاذنا قدامي كده تدي تكليف ليهم، ما تسكتهم، هم تبعك. فمين حاميني يا ابني؟ مين حاميني؟ طب تعالى مش معايا كده في الشارع، انا وانت، شوف الناس هتعمل معايا ايه وشوف صوابع الناس هتعمل معاك ايه، وانت مجربه. مين حاميني؟ نرجع بقى، ما دام قلنا ان يرى الاحمر الاول وعامله عماله تجعجع، واخد بالك؟ اللي هي دي نيره. والله حلويتها نيره، هي دي. مفيش ماتش حضرته اللي ما خسرنا بطوله، هي دي؟ هي دي. طب تعالي يا نيره، هسمعك ابوكي وبوس دماغي وبيعتذر. اسمعني. انا جاي اعتذر للمستشار، انا غلطت في حضرتك واحنا اسفين، وانا اسف جدا. وهتدفع كام؟ هتدفع كام؟ انا اسف لك، ما تزعلش مني. طب تعالي بقى اسمعك اخوكي اللي هو عنتر احمد الاحمر، اللي انا جبته كان بياخد مليون، اديت له 8 مليون، وانت دلوقتي عملتي له عقد ب 10 مليون وهو اصلا شطب. اسمعك احمد الاحمر وهو فرحان ان انا سلمت عليه. اتفرجي. سلم ولا يا ريس؟ حبيبي يا ريس. والله فاكر حسن يوسف يقول لي فرق. حسن موجود مكان. شباب قرب. بشكروك، الناس كلها بتشكر حضرتك، وان شاء الله زي ما بنوعدك على طول لفريق كرة اليد في نادي الزمالك ان شاء الله. ان شاء الله. لا، فريق كرة اليد ما فيش عليه ان شاء الله اي قلق يعني. وعندهم ماتش الاهلي ان شاء الله يوم 31 ان شاء الله. لا احنا بنشكر سياده المستشار طبعا، هو المفروض طلع لنا جزء من المقدمات وشهرين.
كنا محتاجين طبعا الكلام ده الفتره دي، لان بقى لنا فتره الدنيا مش احسن حاجه. وان شاء الله الفريق بيكمل، وزي ما عودنا الجماهير ومعودين دايما الناس بتوعنا ان احنا ان شاء الله نعمل حاجه كويسه السنه دي ان شاء الله. اخبار حضرتك عامل ايه؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ازيك يا اقعد يلا. تعالي انت بنفسك يا نيار، انت ما تصدقيش نفسك. لما جبتك شغلتك في القناه شفتي انت داخله عملتي ايه؟ عملتي كده. هنفضل فخورين بنادينا، هنفضل فخورين بالانجازات اللي بتتحقق والبنيه التحتيه اللي عدوا الطموح كتير قوي من الزملكاويه، وكلنا بنتباهى بيها بالمناسبه. نادينا فيه اكتر من 20 لعبه اتحقق عن طريقهم بقى العديد والعديد من الانتصارات والالقاب والبطولات، والفضل يرجع لده طبعا للاداره الحاليه، مجلس الاداره الحالي برئاسه المستشار مرتضى منصور، اللي غير شكل النادي بقى، سواء على الطفره الانشائيه، سواء على انه رجع العاب كتيره كانت الادارات السابقه لغتها، يعني وقتها قالوا انه بحجه ترشيد النفقات، وان النادي مش قادر يصرف على الالعاب دي. هنا برضو أشكر المستشار مرتضى منصور على أنه أتاح لي الفرصة أني أكون متواجدة النهاردة، وأني نلت شرف أني أكون متواجدة في برنامج زملكاوي، وهو البرنامج الرئيسي في قناة نادي الزمالك، اللي أكيد أي حد يتمنى أنه يبقى واقف الوقفة اللي أنا واقفاها. بجد ألف شكر على الثقة الكبيرة قوي دي، والزمالك قدر في كل الكلام والحجز على أرصدة النادي وبرغم ان احنا كنا عاملين صفقات قبليها، احنا مخلصين 11 صفقة مش الثلاثة اللي كانوا في الاخر دول، ولكن في الاخر المستشار قدر انه يعمل 3 صفقات في اللحظة الاخيرة تساعد الفرقة بالتأكيد. المستشار كمان رفض انه يفرط في احمد مصطفى زيزو هداف الدوري المصري واحسن لاعب في مصر دلوقتي ما شاء الله بلا منازع، مقابل مبلغ خرافي، وقال كلمته الشهيرة: إسعاد الملايين أحسن من جمع الملايين. ده مرتضى يا نيارة، فوقي. اسأل أمك لما حبت تروح تعمل عمرة مين اللي عمل لها عمرة وجاب لها الفيزا والتأشيرة، ومشكلتها كانت معايا إيه؟ عايزة تبيع ملابس داخلية بتاعت الموسكي جوه النادي. ده شرف. شفت أخوكي؟ طب تعالي بقى يا اللي محتلين النادي، ده قاعد اخوك اهو، احمد مصطفى الاحمر اهو، 12/7/2019 اهو، فيلا 700 سياحيه 6 اكتوبر برضه. خلاص مش عايز اقول رقم موبايله عشان الولد غلبان. تعالى بقى كده اللي دي 7 مليون وبدفع له الضرايب اهو. كام؟ 7 مليون بدفع له الضرايب. طب خد الكارثه دي، رئيس الاتحاد مدير تنفيذي ايهاب العزب الاتحاد المصري لكره اليد بعت لنا جواب للمدير في 23/11/22 وسنه كذا، شكوى مقدمه منه، بيقول لك ما بقالنا شهرين ما خدناش، وكان لبيب مش انا. خلاص علي هشام ناصر اللي ابوه عامل نفسه نائب رئيس النادي. مين هشام ناصر؟ ابو علي اللي شاكي النادي. واللي بعديه مين؟ احمد مصطفى ناصر الاحمر. والله العظيم والله اهو ادهم الاحمر اهو الاثنين. جاوب جاي لنا بقى بيقول لنا يردوا على الشكوى دي اهي. رئيس اتحاد كره اليد المصري بيقول لك احنا ما خدناش ده في سبتمبر، ما كناش موجودين اصلا. تمام. عايز ايه الباشا؟ بيطالب بفسخ العقد ووقف القيد. انتوا محتلين نادي؟ ادي يا نيره اخوكي وادي وابن هشام اهو شاكين ناديهم. وكان ايه شهرين ما هلبيب اللي كان في اللجنه مش انا. شاكين ناديهم اهو. فسخ العقود المحرره بين النادي. نعم وحط امك؟ ده اخوكي يا شريف يا عادل. مين دول اللي انت جبتهم؟ بس وزير الداخليه ذكر قال لك على امن المواني. انا وانا قلت 100 مره مش معنى واحد فاسد في جهاز يبقى جهاز فاسد.
قاضي فاسد القضاء عظيم، محامي فاسد مهنه محاماه عظيمه، ضابط فاسد الشرطه عظيمه. ها اهو يطلبوا فسخ العقد وقف القيد. خلاص خلصنا مني كنيره. والله طب نعمل كده بقى. هو هشام ناصر عمل ايه؟ هشام ناصر يا جماعه مضى على مذكره بان كل لعيبه ولاء الزمالك واولاد وبنات صغيرين ناشئين ما يلعبوش في متوسطهم في نادي الزمالك، ويروحوا يلعبوا فين؟ في كفر هرمس والصف والحتت دي. دي اللي محتارين ايه دلوقتي؟ ها؟ اصبروا ده لسه اللي جاي تقيل، نعمل لكم 4 أجزاء. طيب نيجي بقى واحده واحده كده. نخش في الايه؟ في واحده واحده. بس الاول يا عمرو اتفضل. انا فعلا باخد عموله يا جوز الست. تمام؟ طيب خدت عموله مره 500,000 ومره 200,000. تخيل يالا يا عمرو يالا. ده تبرع الاصاله اهو، رقمه 8081 اصاله مرتضى احمد منصور. ده جاي من نادي. ركز يالا ولا جوز لميس، ركز معايا. 500,000 دولار يعني 25 مليون جنيه. تبرع من سيادته لنادي الزمالك. احط ده فين يالا؟ الايصال تبرع جاي من النادي ورقمه اهو 25 مليون. خلاص؟ طب خد الثاني. الايصال رقمه اهو 80,271. خلاص؟ مستشار مرتضى تبرع في 2020 25 مليون تانيين. ايه رايك يالا؟ عملت ايه يالا؟ ده انا اشرف منك. اهو دول 50 مليون. اتفضل يا باشا. وادي كمان ايصال 691 14/7 ونص مليون جنيه. انا اليد العليا بعد ربنا. قول لي دلاديلكم ده ممدوح بس ما تبرعش ب 20 مليون اللي انتوا للاسف يعني صف بتسجدوا له اهو. ولا عم ده رايح للنائب العام عشان يعرف اللي بيتبرع بملايين هياخد عموله. يا ابني يالا اهبل يالا اهبل يالا. اليسا انت بتتبسم من جواك يا اليسا. ياسمين صبري هو انت بتمشي كده حلوه كده؟ ايه ده؟ هو ده الاعلام؟ اتفضل يالا. هو ده بس كده؟ لا 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 لا, لا. استنى ده انا جاي اربيك. اتفضل. ده جواب شكر جاي لي من مدير الشباب والرياضه بالجيزه. بيقول لي انا بشكرك على تبرعك ب1 مليون دولار 50 مليون جنيه. الدوله بتشكرني يالا. عملت ايه يا قليل الادب يا كذاب؟ ده انا اشتريك. اتفضل. مدير الشباب والرياضه بعت لي جواب اهو. الراجل بيشكرني على 50 مليون اللي اتبرعت بيهم. هات لي حد في تاريخ نادي الزمالك من اليوم ما اتعمل لغايه النهارده اتبرع ب 50 مليون. 50 مليون بس اهم يا ابني. لسه اصبر. ده محضر اجتماع 15/12/2017. النادي كله عامله على حسابي انا واولادي بناخد عموله وخرجنا النادي اهو. ادي محضر الاجتماع 15/12 رقم 1 لما فشخت احمد سليمان واللي معاه وسقطتهم كلهم في الانتخابات. ها فرق 14,000 صوت بيني وبينهم، وجبت اولاد محترمين اول مره نزلت اكتسحوهم. ها كل عندي سقطت. اتفضل يا باشا. قبل انتهاء الجلسه قرر مجلس توجيه الشكر مستشار رئيس النادي لتبرعوا بالخامات الاتيه. شوف بقى 113 حديد، 149 اسمنت، كلام الباقي كلها انا اللي جايبها على حسابي. تشييد مش عارف ايه اللي على بتاع مساهمه في تركيب الشاشات عرض عملاقه. النادي كله شاشات على حسابي ولا عم الجزمه. اوعى تتكلم عن شرف مرتضى منصور وولاده. اهو ادي المحضر اهو وادي التبرعات اهي. انا اللي عامل النادي كله على حسابي. انتوا تشتموني انا المعزول. اتفضل يا باشا. باينه؟ طيب
2012 انا ما كنتش موجود في النادي خالص. 2010 2011 كان مين موجود؟ ممدوح عباس اللي خرب النادي، اللي خرب النادي، اللي خرب النادي. فوق يا جماهير، 10 سنين ما خدش بطوله. اتفضل. تبرعات خلال 2010 11 يعني من 14 سنه 100,000 جنيه مرتضى منصور اول واحد. فوق يلا ولا قول لاخوك يجيب الاتعاب اللي عنده. اول واحد مين؟ 100,000 من 14 سنه يعني كان كام؟ كان يعني ده دورك ايام كان ب 6 جنيه. ها؟ انا باخد عموله انا اولادي يا قليل الادب يا كذاب. اهو. وانا مضطر اطلع الكلام ده ليه؟ علشان في قله ادب. يبقى روح قول للنائب العام بقى بس عايزك تجمد. عايزك ايه؟ تجمد. يعني جمديه شويه يا لميس. اهو. حطها فين دي بقى؟ طب سيبك من كل ده. سيدك وولي نعمتك. سيدك ولي نعمتك المحترم تركي الشيخ ده جاوب بعته للمحكمه. قال له انا بعت لمرتضى منصور قلت له عايز اديك 151 مليون هديه ليك. قال لي لا ده اللي عنده كرامه حولهم للنادي. جروس ساسي النقاز جاب اهو من سيدك يالا اهو وتوقيعه اهو تركي الشيخ اهو. تاني اقرا لك بقى جميع المبالغ الماليه اللي حولتها في سويسرا لتمويل جزء من عقد كريستيان جروس السابق وكذلك ما حولتها من السعوديه لشراء اللاعب تونس فرجاني ساسي مقابل استغناء واللي حولتها حمد النقاص والملابس اللي انا اشتريتها كلها هديه لصديقي واخي المستشار مرتضى منصور. طلبت منه ياخد الاموال لنفسه قال لي لا. ده مرتضى منصور يا ولد. تعظم له لما يجي يتكلم اهو. ده تركي بقى اللي ضربك على قفاك وادي توقيعه وبعت الجواب للمحكمه اهو. وسمعنا من شويه بقى سيف لما قال لي سيف تعمل الند بالند. مش عرفت الفرق يالا؟ عرفت الفرق؟ نحطها فين دي بقى؟ ها؟ قال لك هديه لي. انتظروني خدوا راحتكم ورجع لكم تاني.